كانت 10 قرون بين آدم ونوح عليهما الصلاة والسلام، ليس فيهم إلا التوحيد. ثم بعد ذلك الشياطين عملت عملها، فانسلخ من انسلخ عن دين الله الخالص الذي فطرهم عليه، وهذا بفعل شياطين الإنس مما تلقته عن شياطين الجن. فلبث نوح صلى الله عليه وسلم في قومه 1000 سنة إلا 50 عاما. قيل أجابه 800، وقيل 80، وقيل 8. وعلى كل تقدير فإنه صلى الله عليه وسلم مر به 150 عاما لم يجبه فيها أحد. فهمتم؟ إذا قلنا 800 كم باقي من 950؟ 150. طيب إذا قلنا 80 كل سنة 10 كم باقي أيضا من يعني كل 100 10 كم باقي؟ 150. يعني 80 كل سنة كل 100 سنة 10، كل 100 سنة 10. إذن 80 في 800 كم باقي؟ 150. 8 يعني كل 100 سنة كم؟ 1. فهمت النسبة الحسابية هذه؟ 150 عاما لم يجب نبي الله فيها وعبده ورسوله نوحا صلى الله عليه وسلم أحد. نعم. وهذا فيه أسوة حسنة لكل مقتف محمدا صلى الله عليه وسلم على بصيرة، على أن يدعو ولا ينظر إلى الكثرة، ينظر إلى المستجيبين. نعم والله نحن نحب الكثرة، ومن ذلك أن نحب جميع الدول مسلمة ليس فيها مشرك ولا مبتدع ولا عاصي، نحب هذا. لكن هل بأيدينا؟ هل ذلك بأيدينا؟ ليس بأيدينا، بل هو بيد الله سبحانه وتعالى. هو الذي يهدي من يشاء بفضله ويضل من يشاء بعدله، ونحن علينا البلاغ فقط. فالداعية البصيرة يصبر ويحتسب حتى يستجيب له أهله وأقربوه، أو تقوم عليهم الحجة بالبلاغ. نعم.